قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تدعوا لفلسطين ربنا ينصرهم. النهاردة هنزور مع بعض واحد من أجمل وأقدم المساجد في مصر، مسجد أحمد ابن طولون. قبل ما نبدأ أتمنى تدعمونا باللايك والاشتراك عشان في فيديوهات جاية كتير إن شاء الله الفترة اللي جاية. مسجد أحمد ابن طولون موجود في حي السيدة زينب في القاهرة. بناه أحمد ابن طولون سنة 263 هجريا اللي هي 877 ميلاديا. أحمد ابن طولون كان والي الدولة العباسية على مصر، وبعد كده استقل بيها وأسس الدولة الطولونية في مصر، واللي كانت عاصمتها مدينة القطائع، واللي هي حاليا جزء من القاهرة. يعد مسجد ابن طولون تالت أقدم مسجد في القاهرة بعد مسجد عمرو بن العاص ومسجد العسكر، ويعتبر أقدم مسجد موجود حاليا محتفظ بشكل كبير على حالته الأصلية. مسجد ابن طولون يعتبر من المساجد المعلقة، وده لأنه مبني فوق مكان مرتفع، ويعتبر من أكبر المساجد في مصر ومساحته حوالي 6.5 فدان. لو ركزت قبل كده في الفلوس بتاعتنا هتلاقي إن كلها عليها مساجد قديمة، ولو ركزت تحديدا في ال5 جنيه هتلاقي عليها صورة مسجد ابن طولون. القبة اللي في وسط صحن المسجد دي تالت قبة تتبني بعد ما أول واحدة اتحرقت والتانية اتهدت، واللي موجودة حاليا اتبنت سنة 1296 ميلاديا. من الحاجات الجميلة إن صحن المسجد دايما مليان حمام، وده بيدي إحساس جميل بالأمان والهدوء جوه الجامع. رحنا بعد كده عشان نطلع فوق المئذنة بتاعة المسجد، ودي ارتفاعها حوالي 40 متر، ومعروفة بالمئذنة الملوية أو الملتفة. والمئذنة دي من أكتر الحاجات اللي بتميز المسجد، لأنها مبنية على طراز المسجد الكبير في سامراء في العراق، واللي في الصورة قدامكم دلوقتي، وده بناه الخليفة العباسي سنة 237 هجريا على الطراز المعماري العباسي، ومئذنته أعلى من مئذنة جامع ابن طولون بحوالي 12 متر. عكس معظم المساجد في مصر اللي بيكون سلم المئذنة من جواها، مئذنة أحمد بن طولون السلم بتاعها من بره. من فوق بنقدر نشوف منظر جميل قوي للجامع وللمنطقة اللي حواليه. طبعا اللي هناك ده مسجد محمد علي في قلعة صلاح الدين الأيوبي. المسجدين اللي هناك دول مساجد السلطان حسن والرفاعي، وبإذن الله ممكن نبقى نعمل فيديو عنهم قريب. ومن فوق بنقدر نشوف برضو برج القاهرة. وبكده تكون خلصت جولتنا في مسجد أحمد بن طولون. محدش يقفل الفيديو عشان هسيبكم مع بعض الصور الجميلة للمسجد.